الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة الأحباب، جلس ابن السماك بجوار أمير المؤمنين الخليفة هارون الرشيد، فعطش هارون الرشيد وأراد أن يشرب ماء، فجاءوا له بكوب من الماء، فقبل أن يشرب فقال له ابن السماك: يا أمير المؤمنين، قبل أن تشرب لو منع عنك هذا الكوب من الماء واشتد عليك العطش، فبكم تشتريه حتى تشرب؟ كوباية مية تشتريها بكام؟ وكان ملكه يمتد إلى الصين، سبحان الله، من مشرق الأرض إلى مغربها. فقال: أشتريه بنصف ملكي. فلما شرب قال له هذا الواعظ: إذا حبس هذا الماء بداخلك ولم تستطيع إخراجه فكم تدفع حتى تخرجه؟ فقال: أخرجه بنصف ملكي الآخر. فقال: فذاك ملك لا يساوي شربة ماء وإخراجها. أورأيتم كم يساوي الماء الذي نشربه؟ يساوي الكثير والكثير أيها الإخوة الأحباب. فلنكثر من الدعاء، وهذا هو آخر ما عندي في خطبتي هذه في المحافظة على الماء، وحتى لا يتمكن منا الأعداء في غلق صدور الماء عن مصر وعن نهرنا الحبيب نهر النيل، أن نكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا نيلنا ويحفظ لنا مصرنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. فلنكثر من الدعاء أيها الإخوة الأحباب، لأن بالدعاء الله سبحانه وتعالى يحقق به المعجزات إذا استجاب إن شاء الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم عليك باليهود الظالمين المعتدين، اللهم أرنا فيهم آياتك يا رب العالمين. اللهم فرق شملهم، اللهم شتت جمعهم، اللهم شتت جمعهم، اللهم نكس راياتهم، اللهم أزل دولتهم الظالمة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم ارحم الأطفال اليتامى هناك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم النساء الثكالى يا رب العالمين. اللهم ارحم الشباب الحيارى يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل النصرة لأهل التوحيد، اللهم اجعل النصرة لأهل التوحيد في كل مكان. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقبل أن أختم ونقيم الصلاة، لا ننسى أن ندعو للحاج سيد أن يشفيه الله سبحانه وتعالى شفاء عاجلا غير آجل هو وجميع مرضى المسلمين، وأن يرده إلى المسجد مردا جميلا بصحة جيدة. اللهم آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.